الليل ولسه ما جاش المكان اللي احنا هنتقابل فيه. كمان يا ما نفسي كده اكفش دي، يا ما نفسي يقع في يد الراجل دي. ومدحية كمان لسه ما جتش ليه يم؟ ايوه صح، اتأخرت برضه. انا قلت لها بلاش تخرج دلوقتي، مرن عليها كده شوف بتعمل ايه دي. ايوه يا ابل، إيه اللي اخرك كده يا بيه؟ ما فيش ياما، ما فيش، معلش الوقت جري معاي. انا خلاص هاجي اهو. ماشي يا استاذه، يلا بسرعه يا استاذ، الجو ضل. بسرعه يلا تعال. ماشي ياما، ماشي مسافه السكه. ماشي يلا مع السلامه. ما تدري انك دي اما اشوف هيرن ولا هيعمل ايه. يا ما نفسي تقع في يدي. ايوه يا حجي. لا مش هيحصل يا حاجة، ما تقلقيش. انا كنت لسه هرن عليك اهو. انا قابل فين خلصنا؟ اقول لك يا حاج، شفت الشارع اللي هم قتلوها فيه؟ قصدك شارع عليه؟ الشارع بتاع العمارة المسكون. ايوه ماشي. قبل بقى كده عند المحطة دي، هناك عند الكراوتة اللي محطوطة الناس بتستريح فيها دي على ما القطر يجي. ماشي هاجيلك دلوقتي اهو. ماشي. ما تنسيش اللي انا قلتهولي، غدرت بيه هيغدر بيك وهتزعل بعدين. ماشي. اول ما هتروحوا هناك هتلاقوا الواد مستنيكوا، ما هواش انا اللي هقابلكوا. واد شابك ده هتلاقوه قاعد على الكراويته مستنيكوا. يلا مع الف سلامة. ال5 مليون مش هخليه يعدهم لما يرجع، واول ما الاقيهم كاملين كده مش ناقصين جنيه واحد يبقى كده الموضوع خلصان. لقيتهم ناقصين جنيه يبقى كده الموضوع مش خلصان. جنيه اللي بتتكلم على ايه؟ 5 مليون ماشي. ماشي يا حاجة، ما تزعجيش كده امال عشان صحتك امال. يلا مع الف سلامة يا حاج. مع السلامة. يلا انت هو يلا، وانت يا عبد الستار زي ما اتفقنا. سيبوا ناجي يلا وروحوا كلكم. ماشي يا ماما، ما تقلقيش. يلا انت هو يلا. فتح يا عبد الستار، ما تخلوش ياخد باله منه. ماشي يم. ايه يم؟ مش المفروض اللي عايز بيروح؟ عارفها يا ناجي اللي بتتكلم عليه. يما انا لازم اروح يم، امال انا اشوف العروسه ازاي ولا هتعرفني ازاي؟ عروسته هي يا ابني اللي بتتكلم عليها دي. طب ما انت دايما كده جاي عليا يم، مش معنى ما يشوف العروسه بتاعتي وانا ما اشوفهاش. يا ابني ما هيش ناقصاك يا ابني، مش ناقص الشر يا ابني. سلك ودينك شويه يا ناجي. وكمان يما بتعجلي يما، والله احلف اسيب لك البيت يما وما ارجعش تاني يما. استغفر الله العظيم يا رب. اقعد يا حبيبي اقعد. مش معنى يما اشوف العروسه يما وانا اشوفهاش انا يما، مش انت بعتهم يما عشان يشوفوا العروسه؟ يا ابني عروستها دلوقتي يا ابني، مش فوق، مش وقتك هو. اقعد يا حبيبي، مش ناقص الشر اللي هي. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل، انا هفضل مظلوم كده لحد ماتي. انا ادخل انام واريح نفسي. ايوه يا اخويا، خش نام يا اخويا وريح نفسك احسن، وريحنا معاك عشان انت بتسمعش. عايز اشوف لك عروسك دي عشان انت كده خلاص، شكلك دي فوتت خالص. يما خلاص بقى ملوش لزوم ازيك يما. ربنا يهديه. يا ريت يكملوها على خيرك دي ويكفشوه. كمان يا ما نفسك ده اعرف هو مين، بس هجيبه من زمارة رقبته كده وقطع، بس اعرف بس هو مين. انت لسه صاحي؟ ايوه يا حماتي، ما اعرفش ليه قلقانك دي. وايه اللي حصل بالظبط؟ بس قوليلي. انت عمرك ما كنت بتخبي حاجه عني ولا هو انت زعلانه مني باك؟ ما كيس صالح باللي حاصل. يا حاجه ده انا بحبك يا حاج. يا حاجه بتقولي لي يا حاجه يا بيه؟ قصدي يعني يا ست هانم، يعني انا بحب، وانت المفروض تكون عارفه دي، وانا عارفه انك بتحبيني. ايه اللي حصل اليومين دول؟ ما عرفش. لما اتاكد من حاجه ده هتعرف وقت. اتمنى ما يكونش ليكي صله في الموضوع ده، اصل وقت انا هقطع رقبتي. موضوعي بس يا حمات. قولي بس ايه الحكايه دي، وانا اجيبلك على بلاط. انا مش عارفه انت قصدك على ايه، بس هتعرفي بعدين. خش يلا، خش اعملي كوبايه شاي دي. يلا يلا يا اختي يا شملوله اللي صحي لحد دلوقتي. لا يا باشا، ده انا زعلانه منك يا حمات. انت عمرك ما كنت بتعملي لك دي. يلا نجري امشي، انت هتتكلم كتير. نجري اعملي كوبايه شاي يلا وغوري يلا نام. هتعمل فيها ملاك. ماشي يا حمات، اللي تشوفيها يا حمات. دي اخوك كليتك وتريحنا منكم كده، نسوان زي قلتي. لو اخوك اللي عامل الحركه دي وانت معايا كده متفقيه، اخلص عليك واخلص عليه. اجيب رقبتك بس روق عليا، بس اشم خبرك دي واعرف. اعرف هو من اللي بيلعبني دي، وانا هجيب اجلك. والبنت هي كمان اتاخرت جو، كانت بتقول في محل جنبنا هنا هجيب منه. الله، ما الحاج سامر ما جاش النهارده ليه؟ قال لي انا هيبيع مناديل النهارده وهيجيب حق، ما قالش يعني هيخليها لبكره ولا حاجه، وحتى لو جه يعني هيجي ياخد مناديل تاني. يا ترى يكون حاصل حاجه معاه ولا ايه؟ ولا يكونش الواد اللي معاه ده سرقه ولا حاجه؟ كمان انا اشك كده ان هو اللي سرق الفلوس منه برضه، ما هو بيقول لك هو اللي سرق ابوه. سبحان الله يا اخي، ما يبانش عليه. حكم الامان نفسه ما عادش ليه امان، الزمان ده ما عادش حد يامن لحد باص. ايه دي الواد جاي اهو، معقول يكون بعت معاه فلوس؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه امال الحاج سمير دي فين؟ عم سمير انا مش عارف هو راح فين بصراحه، من الصبح كده عمال الف عليه ادور عليه مش لاقيه. مش كان شغال معاك في القطر بيبيع مناديل؟ اصلا كنت سيبته كده ورحت واحده كانت بكتاب اختي، بعد كده سبت المناديل يعني عند واحده كده، وجيت لقيته كمان سايب المناديل عندي، فقلت ابيعهم له كده عشان يعني ما جاش كده يشيل همهم يعني بعد ما يجي، ولحد دلوقتي كده ما جاش، ما اعرفش راح فين. لا اله الا الله، الظاهر كده ان انا ظلمت. انا بعت له المناديل بتاعته يا كمان عشان برضه ما نخلفش معاك كده في الميعاد يعني، عشان يعني اديناك ميعاد يعني، ولازم كده نجيب لك الفلوس فيه يعني. الفلوس هي تعمل حاج، قلت اجيبهم لك كده واسالك عليه برضه يمكن تكون شفته ولا حاجه. لا يا استاذ، ايه اسمك رضا صح؟ ايوه اسمه رضا. لا بصراحه ما شفتوش، وكتر خيرك ان انت يعني بعت له المناديل بتاعته.
والله بص كده على الجو، هيكون قاعد في الجو ولا حاجه، بس مش معقول الحاج سمير يعني يكسر كده عن شغله يعني، ولا يكونش رامي الحمل عليك النهارده بقى. هتلاقيه زعلان على فلوس ولا حاجه، وانا خايف من كده يكون يعني حصل له حاجه، ولا يكون عمل في نفسه حاجه، اصل هو كان اخر مره كده كاره نفسه. بتقول إيه يا استاذ رضا؟ لا لا ما بقولش حاجه، كده فلوس تمام. ايوه فلوس تمام، الله يصلح حالك جدع. حلو كده انت تجيب كده لقمه كده بالحلال، اي سكه حرامك دي سيبك منها. ايوه الحمد لله. يلا استاذن انا، استنى كده. ايوه اعمل حاجه، معلش يعني انا كنت يعني شاك فيك إن انت اللي سارق الدهبات يعني، بس ظهرك دي انت واد محترم كده وانا ظلمت. عادي اعمل حاجه، حصل خير. يلا معلش بقى، انا كنت تاسف لك ده عشان ما يبقاش حرام عليا، انا ما احبش كده افتري على حد، وانا بصراحه انا كنت شاك فيك يعني، بس اللي يخليك تبيع المناديل بتاعته كده وتجيب حقه من الاتنين كده بقى كده كويس يعني مش وحش، ولا انت ايه راجل؟ الله يبارك فيك يا عم الحاج، ربنا اللي يعلم. انا ما بقتش عايز اقول لحد انا كويس ولا مش كويس، ولا انا سرقت ولا ما سرقت، ربنا شايف وعالم بكل حاجه. الله ينور عليك. لو حابب تشتغل معايا ولا حاجه بتعال، انا كنت عارض على الحاج سمير يعني ان هو يشوف لي يعني واحد يشتغل معاي، هو قال لك ولا لا؟ لا ما قاليش، بس انا سمعت يعني. ماشي شاور نفسك دي لحد بكره، لو عايز تشتغل معايا كده تشيل الحاجه دي وتدخلها وتطلعها ماشي، وهتقف معايا طول النهار كده، وانا كنت جاي له كده 1500 بس هديك 2000 يعني عادي. كتر خيرك يا عم الحاج. عايز تلف برضه في القطر كده بكسبين بناديل الاول كده وبعدين تيجي تعال عادي، يبقى انت كده شغال شغلانتين مع بعض. ماشي يا عم الحاج، اشوفك ده وارد عليك. خلاص ماشي يا حبيب قلبي، ولما تشوف الحاج سمير كده سلم لي عليه. خلاص ماشي. يلا سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله، الواحد ما يحكمش كده على حد كده من اول مقابل، ولا الواحد يسمع كده حاجه على حد كده يحكم عليه، لازم يتعامل كده مع البني ادم الاول. الواد باين عليه طيب كده ومش بتاع الكلام ده، امال ازاي بيقولوا كده ان هو اللي سرق كده الدهبات دي، وانا بصراحه صدقت يعني الكلام ده، رغم ان هو بيبيع مناديل يعني، والمفروض الواحد كده يستبعد الموضوع ده. لو واحد سرق دهبات ولا حاجه هيبيع مناديل ليه في القطر، ولا يكونش عامل معايا الحركه دي عشان يجي يشتغل معايا كده ويسرقني ولا حاجه، ولا انا اللي بحرص كده زياده عن اللزوم، ما اشوفك ده يجي ولا لا. لو اشتغل معايا ولا حاجه كل حاجه هيبان مع الوقت، وحرص ولا تخوف، انا هحرص واخد بالي وخلاص عشان ما ياخدش حاجه. ها ياما، ايه رايك في العريس ياما؟ والله يا بنت هو راجل محترم. انا ليه حاجه برضه يا فاطمه كده ما وافقش كده عشان تتزوج الشاب، وانا مش ام يعني يا فاطمه. وبعدين يا فاطمه انا بحبك يا فاطمه، لا كوني مفكر انا ما بحبكيش ولا حاجه زي ما انت مفكره كده. ياما وانا عارفه انت بتحبين، بس ياما لو بتحب انا صحيح هتوافق على العريس دي، لان الراجل دي ما شاء الله عليه معاه فلوس ياما وعنده ارض وبيت وكل حاجه حلوه كده، متوفر عنده كل حاجه ياما. مش تقول لي بقى هستنى ابويا على ما يزوجني؟ الله انا ابويا يجيب فلوس متك دي وهيزوجني. والله يا بنت الراجل عدها العين، ما قصرش في حاجه كده من ساعه ما احنا دارنا في حياته. ما هو ده اللي انا بقوله بقى ياما، يعني انا مش راجع عريس احسن من كده. وبعدين يا ما انا شايفاك فرحانه كده، ايه اللي مفرحك بقى، اللحم بقى ولا ابوي؟ ولا دي انا فرحانه كده بلمتكوا حواليا. لا يا ما قولي بقى ان انت فرحانه كده عشان ابويا رزق، انت من وقت ما ابويا رزق كده وانت مبسوط، مش كده ولا انا غلطان؟ وحاجك برضه ياما تنبسط. انبسط من ايه هان؟ انبسط ان هو قعد سنتين كده اتزوج كده وعاش حياته، مش زي ما كان مفهمني كده ان هو كان محبوس من ساعتها. ابوكوا نادله وهيفضل نادله وهيجي يوم تاني وهيمشي، عمره كده ما هيداوم معانا، عشان كده ان شاء الله مش هعتمد عليه برضه. يا حاجه انت خلاص بقى شكلك ده رجعت شابه تاني، بتمسك كام الضحكه اللي مرسومه على وشك دي عشان ابويا ولا لا؟ انا بقولك فرحانه بلمكوا بقى وخلاص واسكت. يلا قوم كده بص على اللحم، هتقل عشان الواد يلحق ياكل كده قبل ما ينام. حاضر ياما ماشي. مش انا ياما اكلت فراخ النهارده؟ اكلت فراخ النهارده؟ اكلت فين يا راح؟ الحاج سمير ياما كان تعبان وقع في القطر كده، واخدت انا واحد كده راجل محترم، خدته كده ورحنا نكشف عليه، والراجل المحترم ده شغال في الحكومه، جاب له فرخ ما شاء الله، جاب له فرخه كامله يعني وكلها كده، انا وهو كده كلناه. بس ما اكدبش عليك ياما انا اكلت حته صغيره كده عشان برضه ما اخدش على كده. ما تاخديش على كده ليه يا رحم؟ خدي على كده يا حبيبتي، انا ان شاء الله ابدا اجيب لكم كده فراخ ولحم واظبط لكم الدنيا. لا يا ابراهيم شغال في الدهب ولا حاجه؟ ولا كنتش بقيت وزير واحنا ما نعرفش؟ قول كلامتك بجد كده ما تعلقش البيت. شوية كده وهفاجئك يا حسن، ان شاء الله في 100,000 كده هيجولي دلوقتي، او انا اللي هروح اجيبهم دلوقتي يعني. عجبوا منين 100,000 دول؟ مالكيش صالح باقي شغلك ده وكنت بخلص. شغل ايه ده يا ابراهيم؟ اوعى تكون جايبهم من سكه بطال، انت كنت في السجن بقى ولسه طالع، مش معقول هتجيب 100,000 اول ما تطلع. لا ما تقلقيش سكة حلال، وفي مبلغ كمان هيجي بس مش دلوقتي. ودي كل منين يا ابراهيم؟ مالكيش صالح انت واسكت باقي. بنتي يا فاطمة، ايوه ياب. لو انت ناصحة يا بنتي ما تزوجيش الراجل ده، انا هجيب لك عريس حلو واجهزك حلو، راجع نفسك وصدقيني هزوجك حلو. لا ياب، انا هتزوج هو، انا خلاص قررت ياب. قررتي؟ ايه يا حسني يا بنت اللي بتكرر هنا ولا ايه؟ مالكش صالح بحد يا ابراهيم، انا اللي ربيتهم وليا الراي هني، وانا لو عليا مش هزوج حد غصب عني، هي لو موافقه خلاص، وبعدين مش هنغدر بالراس، وبرضه قرار لو عايز تغدر بيه تغدر بيه يا حر، مش هيغصب عليه. ماشي يا فاطمه؟
عشان ما تجيش بعد كده تقول لي انا اللي لبيتك في الموضوع ده. اوعاك اسمع الكلمه دي. لا لا يا ما مش هقولك دي، وسيبني يابا كده اعمل اللي انا عايزاه. انا موافقه على الراجل محترم، وانا مش شايف ان انا هلاقي احسن منه باقي. خلاص انت حر. ايه هو ده؟ اقول لابويا؟ هتقول له على ايه؟ عريس يعني اللي عايز يتقدم؟ عريسة دي اللي عايز يقدم لها دي كويس. ايوه يابا ايوه كويس جو. الصراحه ما كانت رافضاه يعني عشان ما فيش فلوس يعني جاه. معاها في الكليه ما شاء الله يابا، ناس يعني متعلمه يعني وناس كويس. والله اسكنك دي يا بنت يا هدى، يعني انت عرفت تنقي صح اهو. خليه يجي يقدم لك يا بيه. صح يا ابويا. ايوه خليه يجي يقدم لك، انا هيجي المبلغ كمان وهجهزك بيه عاد. وانا ليه بركه اللي انتم. ماشي يا ابويا. هو قال لي اجي كده قبل ابوه بكره عشان يفهمني يعني لما يقدمني الوظيفه اعمل ايه. لو هو حصل كده انه فتحني في الموضوع ده كله. ماشي خليه يجي، خليك تتزوج كده زواج نضيف، مش زي اختك فاطمه كده ولا اختك نجوى اللي امك دبستهم كده مع ناس الله اعلم بيه. انا اللي دبستهم يا ابراهيم؟ لو انت كنت موجود يا ابراهيم كنت زوجتهم يا ابراهيم زواجه حلوه يا اخوي. انما انا كتر خير ان انا عرفت ازوجهم حتى. وبعدين يابا انا مش متدبسه ولا حاجه، انا الحمد لله اتزوج راجل محترم. انت حره بقى، انت اللي هتشيل شيلت. انا رايح اجيب الفلوس وجاي. انت حره يا فاطمه. حكم يخاف من الفلوس اللي هيجيبها ده، هي 100,000 مرة واحدة كده هيجيبهم منين؟ أكيد عامل عاملة ولا حاجة. إيه يما ما يمكن يكون هو كان عينهم الجو ولا حاجة قبل ما يخش السجن. مش معقول الكلام، أكيد في حاجة غلط في الموضوع ده. لما يجي بس ونها لو كان ماشي في سكة حرام أنا همشيه. مش ناقصين احنا نخش كده بيتنا كده قرش حرام ولا يجيب لنا مصيبة ولا حاجة. يلا بقى ياما خلينا ناكل اللحمة ياما. مستعجل على اللحمة يا هيثم؟ ايوه يا خال، ده انا نفسي في اللحمة بقالك هترجعوا. يلا يا نجوى بسرعة عشان الواد. حاضر يما هفرغ اهو. اي خدمة يا هيثم. الاقي بقى يا هيثم ان الزوجة بتاعتك تكمل على خير. ان شاء الله تكمل على خيرك دي وتجيب لنا لحمة على طول. يعني هو ده همك يا هيثم؟ عليك يا هيثم. لا معرفش الحنان ديت مالها كده، حياتهم كلها طمع كده، كلها طمع، ما يفكروش غير في الشر كله. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا ابويا انت انا عارف ان هم كسفوك لما قالوا كده همشوا، بس معلش ادينا نصبر كده لحد ما تزوجش، لحد ما تبقى في بيت، لحد ما يتم زواجك ده، وبعد كده مش هتعرف تعمل حاجه. الست دي جحدك ده من يومها كده، والحاج كمان كان عامل حسابه على كده، عارف ان هو بعد ما يموت هتعمل مشاكل كتير، بس استحرم ان هو يفرق كده المرات قبل ما يموت، او زي ما يقولوا كده موت جاله فجأة. ملحقش حتى كده يشم نفس، لو كان عايش شويه كمان كان فرق كل حاجه، وكان جاب لي الشقه اللي كان قايل لي عليه، بس هو نصيب بقى، نصيبه يموت كده. هو رضا دي سبب كل حاجة؟ هما كانوا بيعملونا كده؟ لا يا ماما مش بيعملوا لك ده عشان رضا. لا من بعد ما سرق الحاجة كده هما بيعملوا الناس كلها وحش. قرفانين، ما هو ضاع منهم كتير برضه. المحل اللي بيقول لك كان فيه 80 مليون جنيه بضاعة، وما 80 مليون دول شوية، ده مليون واحد جنيه يكفينا جنيه لحد ما اموت. اديك قلت اهوت ياما، وهم حالتهم دلوقتي اكتر من 100 مليون، الفيلا والارض المباني والفلوس كمان اللي هي السيوله اللي كانت باقيه من المحل. كمان شك في حاجه كده ما اشوفها هتحصل ولا لا. بيقولوا ان هم هيفتحوا محلات تاني، كل واحد هيبقى ليه محل وهيشغلوني معاه. معقول الفلوس اللي باقيه كل واحد يفتح بقى محل؟ قصدك ايه؟ لو هم ما باعوش اللي حيلتهم كله عشان يفتحوا محلات ديت، اكيد هم اللي سرقوا الذهبات، عشان لما كل واحد يفتح محل كده يبقى كده معاهم فلوس كتير. والحاج كمان ما كانش بيدي حد فلوس، كان هو اللي ماسك كل حاجه وانا عارف كل حاجه عنه. انا هعرف انا لما يفتح محلات اشوف البضاعه فيها كتير ولا شويه صغيرين، لو شويه صغيرين يبقى كده ما سرقوش حاجه، انما لو كل محل لو فيه اكتر من 20 مليون كده يبقى هم اللي سرقوا البضاعه، عشان هم لو لموا كده فلوسهم كده من غير ما يبيعوا الفيلا كده يخشوا في 80 مليون ولا 70 مليون. حتى لو باعوا الارض اخرهم كده، لما كل واحد فيهم ياخد 20 مليون كده ويفتح محل كده مش هيعملوا حاجه، هيبقوا حاجه هايف، هيبقى محل على جده كده باي، ده غير ايجار المحل كمان، ولو هيشتروا محلات كمان كل حاجه هتبان لما يجي يفتحوا محلات. عارف اذا كان هم اللي سرقوا البضاعه ولا لا. يعني ممكن يا ولد يكونوا هم اللي سارقين البضاعه دي كله. ايوه يابا اي حاجه تيجي من الست دي، الست دي شيطانه يابا، شيطانه على هيئه بني ادم، عندها غل وحقد من كل الناس. يوم رحت عند الحاج كامل وانا شايف الغل فيه، وكانت بتعاملني بتكبر وكده وتناك. ما كانش بتعاملني وحش يعني، بقت تعاملني وحش كده من بعد ما رضا سرق الحاج. اما بقول بيتهيألي كل موضوع ان الحاج كامل ما انت لما كنت بتيجي قدام الحاج كامل، ما كانش تقدر تتكلم معاك نص كلمه كده قدام الحاج كامل، هي دي كل الحكايه. معقول يا ولد يكونوا هم اللي سارقين الذهبات؟ ده يبقى دي حرام عليهم جو، يعني يكونوا ظالمين رضا للدرجه دي. الله اعلم يا ابويا، ممكن يكون ده حقيقي، ممكن يكون حد تاني اللي سرقه، انما ما هوش رضا ياما. لا جواز ياما ان رضا ما سرقش حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي مخليك واثق كده يا علي. مين اللي بنتك دي؟ انا مديح. ترى اللي حاصل. انا مديح اهو. انا راجل بيقول لك ده مديح. انا قلت اروح ادور على رضاك دي، انا خايفه يكون حصل له حاجه كده عشان ما جاش كاتب الكتاب، مستحيل كده ان هو ما يجيش، وعشان اقول له الفرح بتاع ابوك تعالى كده معايا، عارف كده ندور عليه. مديحه يا بنت. ايوه يا ابوي. ما تظلميش يا بنت، رضا اخوك، رضا اخوك جاي عندكم على فكره قدام الفيل، وهم اللي وقفوا له ما رضوش يدخلوه. انا سمعت سمع اخوك وبيقول لهم يقول ان هو جه وما رضوش يدخلوا وكسفوا يعني. انا كنت حاسه برضه. معلش يا بنت سامحيني، ما رضيتش اتكلم قدامهم، لما لقوني كده بصلنا كده شخطوا فيه وقالوا خليك في حال، خفت ان انا اتكلم ولا حاجه يفضوا يعني الزواج، ما انا شايفه معنا متصلبين، ما يقدروش يابا يعملوا كده.
يا ولد يقدر يا ولد، كان ممكن يكلم مأذون تاني ويلغي الموضوع ده كله. انا قلت خليها تعدي على خير. يعني رضا جاي لحد هناك يكدب كرشوه؟ ايوه يا ولد، سامح اللي كرش وقال لي كلمتين في جنابه كمان. انا زعلت قوي لما لقيتهم بيكلموا كده ومبسوطين كده انهم كرشوه. تعالى معايا يا علي ندور عليه. ماشي يا مديحة يلا. يا علي ايوه يا ام. مسكوا الموضوع ده بقى يا علي، يرضى ايه بس دلوقتي؟ خلي الزواج يتم على خير بقى، حرام عليك. افرض انهم شافوك ولا حاجه، ما تختلفوش بيه بقى عشان ما يفكروش انت تدور الشق، وموضوع الشقه ده بقى قلنا ورثها بقى. يا ام ما تشغلش بالك بيا يا ام، سيبني اعمل اللي مالي عليه ضمير. سيبيه يا اعتماد، ولدك صالح ومش طمعان في الدنيا زيه، وعارف كويس ان احنا مش هناخد حاجه من الدنيا. مالكش صالح بيه. ما لسه راح بيه، انا غلطان ان انا هم على مصلحته. احنا ما صدقنا ان هو يتزوجك دي ويعيش في شق. انت عايز يعيش عيشتنا كل شويه كده نترمك دي في مكان؟ عاجبك العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ معلش دي نصيب، ولازم الحاج يرجع لاصحابه. دول عالم ملهيه بالدنيا، على فكره انهم ياخدوا كل حاجه معاهم وهم رايحين عند ربنا. ما يعرفوش انهم يسيبوا كل حاجه في الدنيا ويروحوا، هيتعاقبوا هناك على كل حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شفت كانوا بيكلمونا ازاي؟ زي ما يكون العالم ديت نسيت اللي هي بني ادمين. هيفكروا انهم كده ملايكه ولا حاجه، هيفكروا انهم محدش زيهم في الدنيا، انهم خلاص ملكوا الدنيا والاخر. هيكلمونا كده زي ما يكون خدامين عندهم. لولا البت مديحه كده ما كانوش وقفوا على الواد، كان زمانهم غدروا بيك دي وزوجوها يا حد. انما هم عارفين ان هي مش هتسكت، ممكن تعمل في نفسها حاجه. العالم ده ماهيش مستنفانا حد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا ينصرك ويرضى عليه. يا رب يا ولد، لو ليك حاجه عندهم كده تاخد، ولو هم اللي سرقوا المحلات كل حاجه تظهر كده وباه، ويتفتحوا كده للعالم كله كده والناس كلها تار. انت بتقول ايه يا سليمان؟ انت بتصدق الكلام ده؟ دول بشوات ولاد بشوات متربين على العيد، مستحيل ان حد من دمهم يعمل كده. هو رضا عشان ابن الخدامه اللي كانت عندهم، انما هم اهلهم كلهم كده متربين كويس، متربين على الغال. اسكت يا اعتماد، انت ما تعرفش حاجه يا اعتماد. اكتر ناس سماعه الناس دي اللي انت بتقول عليهم متربيين على الغير دول. والواد رضا ده عينها مليانه وغلبان، لو ما كانش كده ما كانش دي مديحه شق، وهم استخسروا فيها كده مليون جنيه. حتى دي حاجه شقه صغيره حتى. ما هو دي حاجه وخدت، وبعدين هو انا سارق محل دهب هيفرق معاه شقه؟ اسكت انت يا سليمان احسن اسكت. حكم انتوا طيبين جو وما تعرفوش تميزوا حد. ولاد البهوات هيسرقهم، واللي مخدمه هو اللي مش هيسرق. ده لو حد سمعك حتى كده هيت. ايوه يابا. ايه يا ابني جولك ولا لسه يابا؟ بس انا شايف واحد كده واقف بعيد اهو، معرفش هو اللي في دماغه ولا ايه يابا. هو اللي في دماغك ازاي يعني؟ حاسه كده اللي اسمه عبد الستار دي اللي ابنها دي اللي كان مسافر. المشكله ان هو مستخبي كده مش باين نفسه جو، بس مسرح. خد بالك شكله مجدي ناويين يلعبوا في ديله. خد بالك كويس لما تاخد الفلوس، لو حد جاي وراك عرفني. خلاص ماشي يابا، وما تروحهمش على البيت على طول. حاول تاخد لفه كده من الشارع كده التاني اللي عند العماره دي، وتشوفك ده حد جاي وراك ولا لا. ماشي يابا حاضر. يلا فتح هناك كده مرة، انا معاك على التليفون اهو. حاضر يابا ماشي. لما يجوا كده عرفت مين اللي جه فيه. ماشي يابا حاضر. انا حاطط التليفون في جيبي يابا. ماشي خلاص ماشي. اهم يابا في عربية جاية عليا يابا. عربيتهم يابا. ماشي خد بالك كده شوف مين اللي يجي فيه. ماشي حاضر. وقفوا قدام هم يابا بالعربية. ايوه ياما وصلنا ياما. في واحد واقف اهو زي ما بيقول. لابس نفس اللبس اللي كان بيقولوا عليه. ايوه ياما تمام. ماشي يلا ادهم له واطلع طوال انت. ماشي ياما. احنا وقفنا وجبناه. حضرتك تغدروا بينا انت، وقت يبقى انتوا كده تقولوا على نفسكم يا رحمن الرحيم. لا ما تقلقش يا باشا، احنا عندك المتن. انا مش قلقان، انا هقلق ليه؟ انت اللي المفروض تقلق انت واللي بعت. يلا يا ابني نمشي. كم واحد جال؟ تنين يابا. سامح وناصر. خلاص ادوك الفلوس؟ ايوه يابا ادوها لي. طيب ماشي ما تبصش في الشون. خد الشنطه تطلع على الشارع اللي انا قلت لك عليه، وشوفك دي حد يتحرك وراك ولا لا. انا اتاكدت يابا ان اللي واقف ده اسمه عبد الستار، يعني بيراقبوني يابا. طب يلا امشي انت، ولو جه وراك قول. ماشي يابا. فتح عينيك كويس يا دي انت راحت يدك، ممكن يكون في واحد تاني غير ده كمان. ايوه يابا ما انا عارف، ما هم 4 يابا. ما تقلقش يابا. ايوه ما اتحرك ياما. خليك وراه ما تسيبوش، بس خد بالك ليه ياخد بال. امشي براحتك دي ما تستعجلش. حاضر ياما ما تقلقش. على الله ما ياخدش باله منه. واد يا اسلام، ايه يابا؟ عمك سليمان ما جاش ولا هنا ولا الاستاذ رضي؟ لا يابا محدش منهم جه. لا اله الا الله، انا كنت جاي له يعني حد ياخد البطانيات وهو معدي، كنت هاخده قدامه ونروح نجيبهم من البيت. راح اشوفه انا يابا. مش مع حد منهم يجي؟ ده احنا بقينا نص ساعه كده ونكفي الاول. يا ترى ايه اللي حصل معاه؟ الاستاذ رضا جه اهو، لسه برضه مكشر. السلام عليكم، ازيك يا عم جعفر؟ ازيك يا استاذ رضا؟ ايه ما لقيتوش برضه؟ لا ما لقيتش عم سمير برضه، لفيت عليه البلد كلها يا عم جعفر. لا اله الا الله، ما يكون راح فين يعني؟ معرفش يا عم جعفر بقى، انا عمال الف عليه من بدري. انا خايف بس لا يكون حصل له حاجه ولا عمل في نفسه حاجه. عمل في نفسه حاجه ازاي بس يا رضا؟ هو لسه صغير ولا حاجه؟ مستحيل انه يعمل في نفسه حاجه. اصل اخر مره كده كلمنا مع بعض كان زعلان جو عشان يعني الفلوس اللي ضاعت منه، ولا يكون حصل له حاجه ولا السكر عيل عليه ولا حاجه. ما هو الزعل برضه بيعلي السكر وبيعلي الضغط، ولا معرفش بيوطيه ولا بيعمل ايه. والله بص باجي، انت عملت اللي عليه. روح انت نام كده وما تشغلش بال، وطالع معايا الصحك ده عشان اجيب لك البطانيات اللي كان جاي عليه. بطانيتين هناك هم اجيبهم لك.
كان في عم جعفر كده حاجة حاصلة معايا كده، كنت عايز اشارك فيه. حاجة حاصلة معاك؟ ايوه انا كنت حاصل معايا كده موقف غريب شوية. موقف غريب ازاي يعني؟ واحد كده يعني ساب ورقة كده مع واحدة في القطر، وبيقول فيها كاتب فيها يعني ان امه يعني عارف هي ماتت ازاي ولا مين اللي قتل، وبيقول يعني ان اختي راح معايش. انت بتقول إيه؟ يومك مات مقتول؟ امك ما بتش موت عادية كده؟ لا يا عم جعفر، ابويا جاي لي ان طلع عليها شبابك دي وخلصوا عليه. قال لك دي قبل ما يموت، انا كنت مفكر ان هي ميت موت عادي، وكان معاها اختي كمان كانت لسه مولوده دي زي حالات. اللي كاتب لي في الورقه دي كاتب لي ان هي عايشه وكلمته كده قال لي عايز 10 مليون. عاي فاكر ان انا اللي سلكت المحيل. 10 مليون؟ ويقول لك اختك عايشه من كام سنة الكلام ده؟ هتلاقي الكلام ده بقاله كتير. ايوه يا عم جعفر، ما الكلام ده بقاله كتير، بس بيقول ان هي عايشه لحد دلوقتي. ما اعرفش يا عم جعفر اصدق الكلام ده ولا لا. تصدق ولا ما تصدقش؟ ده بيقول لك 10 مليون. ايوه بيقول انه عايز 10 مليون، بس الكلام ده حقيقي اصلا؟ يعني الواحد يصدق الكلام ده؟ انا دماغي برضه مقلوبه عشان الموضوع ده. ما اعرفش بقى اروح عند مرات ابويا كده واقول لها الكلام ده ولا ايه، واعرف منها يعني إن الكلام ده حقيقي ولا ايه. وهي رضش عارفها بالكلام ده؟ اصل هو بيكلمني كده في الاول قال لي حاجه صبري، اول مكالمه كده قال لي حاجه صبري. فانا بقول يعني ممكن تكون هي اللي مسلطاك ده عشان يحرق دم، ويكون الكلام ده كله مش حقيقي. لما انا اواجهك دي واقول لها لان انت يعني مسلطاك دي، يمكن هتقول لي وقتها انها كانت مسلطاه ولا ليه. ولو هي اللي مسلطاه ولا حاجه هيبان في كلامك دي إن هي اللي مسلطاه. انا بقول يعني ان هي اكيد هي اللي مسلطاك ده عشان يحرق دم، وبالذات ان هو اول ما كلمني كده قال لي حاجه صبري. ما عرفش بقى اذا كان هي اللي مسلطاه ولا ايه اللي حصل بالظبط. وكمان هي حاطه في دماغها ان انا اللي سرقت الدبابات. فانا بقول يمكن عشان اكدب بعتها ولا حاجه يقول لها هات 10 مليون ولا حاجه عشان تشوف انا اللي سرقت الدبابات ولا لا. وبالذات يعني ان هو غلط كده وقال اسمها كده اول ما كلمني. والله يا استاذ زياد انا مش عارف اقول لك ايه. دي لو اختك عايشه من زمانك دي وانت ما بتعرفش كده يبقى حاجه كويس. بس معقوله يعني الكلام ده؟ ما انا مش مصدق الكلام ده برضه، عشان كده عايز اواجهك ده واقول فانت ايه رايك كده في كلامي؟ والله يا استاذ رضا بقى ما عرفش بس هتعمل ايه يعني؟ مفيش حاجه في يد. والله اسكنك دي روح قابلها كده وشو. رضا يا اخو، ايه دي؟ ايه اللي جاب مديحه هنا؟ عامل ايه يا رضا يا اخو؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا مديحه. ايه اللي مخرجك كده دلوقتي؟ انا خرجت عشان ادور عليك يا ريت. ليه يعني؟ ايه اللي حاصل؟ انا عرفت انهم هجرشوك لما انت شركت بكتاب. حقك عليها يا رضا، معلش. انت بتستعمل كده بسبب حاجه انت ما عملتهاش، وبتنام في الشارع بسبب عشان تقدم الشك. بس انا اتفقت انا وعلي، اتفقت انا هو ان هو بعد ما نتزوج كده هتجي الشقه بتاعتك وهنرجعها باسمك تاني. انا ما عايزش حاجه يا مديح، ما عايزش حاجه يا اختي، انا مش في دماغي الموضوع ده. وبعدين انا اتعودت خلاص، ما تشغلش بالك انت. عيش حياتك انت وزوجك كده وما تشغلش بالك بيه. ازاي بقى يا رضا يا اخوه؟ كتر خيرك يا رضا ان انت ساعدتنا يا رضا. حد غيرك كده عمره ما يعمل كده. مفيش حد ممكن يساعد اخته كده ويسيب نفسه. محدش يعمل كده الا انت يا رضا. عشان كده انا اتفقت انا ومداح زي ما بقول لك كده ان شاء الله الشقه ترجع لك تاني بعد الفرح، وهنرجعها باسمك تاني وانت عايش فيها انت. ولو عايز تعيشنا معاك بقى عيشنا، مش عايز دي حقك برضه. انا كل اللي عايزه عارف تحافظ على اختي، هو ده كل اللي انا عايزه منه. والشقه دي حق اللي انا ضيعته لي، وابويا كان وعدك اللي هو يجيب لك شقه، وانا دلوقتي وافق بالوعد بتاع ابوي. انتوا تزوجوا بس كده وما تشغلوش بالكوا بيه، وانا ما تقلقوش، انا بعرف اتصرف. لا يرضى الشقه من حق، مالكش ذنب ان المحل انسرق. وبعدين انا سمعت حاجه كده لما اتاكد منها كده هقول لك عليه. قصدك حاجه تانية يا علي؟ انا شاك في حاجه كده برضه وعايز اتاكد منها برضه. انت قصدك على ايه يعني؟ انا عايز اجيب امك يا صابرين كده اسالها على حاجه. انت عارف كلامها بقى، ممكن تقول لك كلمه كده مش تعجب، وانت مش ناقص كلام يعني. انا في واحد كلمني كده وعايز اتاكد هي اللي بعتها يكلمني كده ولا لا. انت قصدك على كده يا علي؟ لا انا قصدي ان هو بيدور على محلات يعني عشان يفتحوه. محلات فاضيه يعني عشان يفتحوا محلات ده. اشوفك ده كانوا هيبيعوا الارض اللي عندهم كده والحاجات اللي عندهم وبعدين يفتحوا ولا لا. لو هم ما باعوش الارض والحاجه اللي حلتهم كده عشان يفتحوا المحلات كده يبقى هم اللي سرقوا الذهبات. لا يا علي، ما هماش هم كده كان في سيوله يعني في فلوس كده كانت باقيه من المحل ده. ممكن يكونوا هيفتحوا محلات بيه، وعلى حسب بقى المحلات دي كبيره ولا صغير. لو محلات كبيره كده انا هحسبها كده واشوف. خلي بس الموضوع ده علي. خلاص ماشي يا علي. معلش يا مديحه يا اخت، انا هاجي معاك كده عشان اسالك دي على الحاجه اللي عايز اسال عليه. طب ما قول لي انا، قول لي عشان ما اقولكش كلمتين كده يزعلوه. طب تعالى طيب كده وانا هقول لك في السك. ماشي يا ريت. عايز حاجه يا عم جعفر؟ لو عم سمير جه ولا حاجه كده يبقى عارف كده ان انا رحت مشوار جاي، ويا رب يكون بخير، بس اهم حاجه عشان اتاخر جو. ان شاء الله يا رضا ان شاء الله. يلا سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعينك يا ابني على اللي انت فيه. الله يعينك ويصبرك يا ابني. وانت اخبارك ايه يا عروس؟ الحمد لله يا خير، الحمد لله. حلو منك يا عروسه دي. امال اقول لك ايه بس يا حلو. حلو ايه حلو ايه بس؟ الله يسامحك يا ام الله يسامحك. ايه رايك يا سلام في العروس؟ مية مية هي. وبقول ريحتها مش ريحتها جميله هي. انت حاطه ايه يا عروس؟ ايه اني؟ ما فيش، انا كنت في المطبخ دلوقتي بخرط بصل. الله ريحه البصل مخليك حلوه كده. مش بقول لك شملولي؟ شملولي ايه يا ام؟ انا مش عايز شملولي. عسل يا امين. الله يبارك لك يا خال، ده من ذوقك الحلو. البنت بقى من ساعه ما عرفتك دي وهي عمال تشكر فيك، وبقول سالم ما هوش غريب، انا هرضى بيه يعني.
يلها كان عريسك دي قبل ما تيجي كده ما كانتش راضيه بيهم مصر. ايوه قبل ما نيجي ب5 سنين، وكان اطرش بقى اللي جاي لها دي صح. بيقول يا سلام يا حبيب، بيقول لك ما شاء الله عليها ما شاء الله، عروسه 100 يعني. وانت مش عارفها يا سالم؟ ده كانت قدامك ليل ونهار يا سال، لما انتوا كنتوا بتباتوا عندنا دي لما ابوك كان مسافر. يلا يابا يلا يابا كده قول له ما فيش نصيب يابا، انتوا واخدين يزوجوني بالعافيه. بس يا ديسكو هو بيقول لك ايه يا حاج؟ بيقولوا عايزين نقرا الفاتحة بقى بسرعة، وإن شاء الله يا حاجة بقى مش هناخد وقت في الخطوب، يعني أقول شهر كده بكتير. عايزين نزوج الواد يعني زي ما أنت شايفك دي سنه كبر يعني. واحنا برضه عايزين نزوج البيت وانت مش غور، وهي دي عارفاك وانتوا عارفين. الله ينور عليك، أنا مش غربة عن بعض يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابا، دي ريحتها وحشه وجايبه لحد هني. انا نفسي اعرف انت بتقول ايه يا سال. بيقول لك ما شاء الله عليها ريحتها حلو، هي بتحط برفانة دي، بتحط برفانة يا فاطمة. انا طبيعي ربان، لا اله الا الله، ربان يا سال. شفت حظك الحلو، وعلى دي بقى ورثة بقى هيبقى كامك دي، يقول لي سالم دي امال عشان يبقى عارف، هيبقى زوجها بقى زي ما انت عارف. انا هورث كتير. ايه يقول انت يا امانه كل قول ورث اللي هتورثيه، انا هورث البيت بتاعنا كل، وكمان ال4 جرات زراع. ايه تي مش كنت بتقولي، مش كنت بتقولي 5 جرات يا بيه؟ يعني هتفرق ايه يعني يا اخي؟ لا انا حابب كلمه واحده دي. خلاص يا خلاص طالما مش 5 جرات يما نمشي، انا كنت عايزهم 5 جرات يما. بس احنا شاريين من غير اي حاجه، واحنا جايين عشان نورث ولا حاجه؟ يما لا احنا جايين عشان ورث يما، يعني مش هيبقى ورث وكمان الشكل كمان وكمان الريحه. انا نفسي اعرف سالم بيقول ايه، بيقول ايه يا سال؟ بقول الله يسامحكم. ان شاء الله يا ولد احنا وانت. ريح بقى يا ابني واسكت، خليك تتزوج في سنتك السود. يلا يا جماعة نقرا الفاتحة. يلا يا ابوي. يلا يا عروسة يا حلو، وسهل بقى متعلم ولا لا؟ أنا سامع إن أنت ما شاء الله يعني كملت الإعداد. ايوه انا خدت شهاده كمان الحمد لله. انا متوظف انت بتعرفوش؟ ها صحيح متوظف إيه؟ ايوه متوظف بس في شغل خاص. انا واقفك ده على الجماعه اللي شغالين في المشغل على مكن الخياط، باخد 600 جنيه في الشهر. يلا يا سالم انصت يا سالم. ابسط على 600 جنيه ويقول لك متوظف واقف على المكن بتاع الخياطه. انا نفسي اعرف سالم بيقول ايه، ما تعالى صوتك يا سالم ما. ده انا معلقها على الاخر، ده الناس كلها سمعت انت اللي مش سامعه. اصل بعيد عنكم يعني، اصل وداني وجعلي من دول. يلا ما مش شرط تسمعي، ياما خلينا نتزوج. الله يخرب بيوتك. الله يصلح حال. يلا نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب العالمين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين، امين. صدق الله العظيم. تقروا الفتحه على روحي. ألف مبروك يا سالم يا حبيب، شد حيلك أما. يلا عقبال أخوك بقى. مبروك يا سال. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا جماعه رايحين فين؟ هنسيبهم بقى مع بعض شوي. ايوه يا اختي تعالي كده ما نقعد جوا شوي. ايوه صح على راجلك برضه عشان يرجع ذكرياتك دي. ذكريات الزبال. انا فرحانه قوي يا سالي، ما تعرفش انا قد ايه مبسوط. طب ابعد شوي ابعد شوي عشان الريحه دي، ابعد يا بيه. ابعد ليه بس يا سالي؟ ده انا ما صدقت يا سالي، كان فينك من زمان يا سالم. انت مش ناسي ان انت وعدتني ان انت تتزوجني من زمان لما كنا بنلعب غماضي؟ فاكر لما انا استخبيتك دي ورا الشجره؟ دي ذكريات ما تنسيش، لما انت قاعد تقول بحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني. طب انا كنت بغني وقتها ماليش صلاح انت، لان انت كنت واقفه ورا الشجره. انا كنت بغني يا ست، خدت كلام على نفسك ليه؟ ما كانش حد واقف اللاني، يبقى من باقي يبقاني. انا من وقت بقى يا سالم وانا متعلقه بيه ومستنياك يا سالم من وقت يا سالم، وعمال اغني اقول مستنياك يا حبيبي بكل بيقولوا يا سالم، وما بيقولوا كده برضه مستنياك يا حبيبي بكل الاشواق وعلى الحاجات دي. شفت بقى انا من وقتك دي وعمال افكر، اخيرا حلمي اتحقق، اخيرا هبقى مخطوبه كده زي الناس. يا بختك الحلو يا امان، انت ما بتعرفش. ابعد عني سيبيني في حالي. هي بدات اهي ياما، بدات اهي. انا قلت لكم بلاش دي الله يخرب بيوتكم. ولا حوصه ومالك دي؟ ايه بنت زعلت العريس فيا يا بيه؟ انا ما زعلت ولا حاجه، انا كنت بحييه هو زعل ما عرفش ليه، وانا غلطانه ياما لما اكون بحييه. لا يا حبيبه قلبي بس متحيوش قوي يعني. معلش يا بنت اصل هو مكسوف شوي. قصدك مجروب شويه يا مجروب؟ انتوا هتموتوني، انا مش هوريك وشي تاني. انا سايب لكم البلد كلها بحالها كده وماشي. خدي يا شال، خدي دين. لا اله الا الله. لا هو مش موافق على الزواج ولا حاجه بلاه. ده ياما ده قال لي بحبك ياما، دي سلم دي طلع جريء جو. ايه ما يبقى اوعى تلاقيه مكسوف بس شوي. ايه هيثم مبسوطك دي؟ ايوه مبسوطك جدا، انت مبسوط. ده انا اكلتك دي لما شبيع. طب يلا كل كمان اهوت في حته كمان اهي، طالما حابين شبعت بقى ومش عايز تاكل. شكرا يا جدد، تسلم يدك، معلش تعبنا كمان. لا تعب ولا حاجه، ما كنتش اتعب لك وده تعب لمين؟ وانا ليه ده انتم؟ ربنا يخليك لينا يا ام. وانت يا رحمه، ايه يا رحمه ما اكلتش ليه يا رحمه؟ انا كفايه عليا الفراخ اللي انا اكلتها النهارده.
حلال عليكم اللحمه باك. لا يا اختي انا سايبه لك حتتين جوه ما تقلقيش، النهارده يوم بقى مش هيتكرر تاني، الله اعلم هيكرر متى تاني. ان شاء الله يما يتكرر تاني وتالت. مش ابويا جاي يما، ان شاء الله هيتكرر تاني وتالت يما. يا رب يا اخت، لو انا عارفه ان هيقعد شويه بعد كده فشتان. انا كده مش هيقعد معانا في نفس الجود، هيقعد في جود لوحده كده. لا بس كده يما، ده حتى باقي لسه راجع يما. معلش عشان تعبان، عشان سنة يعديكوا يا رحم، وزي ما قلت لك بقى يا رحمه ما تنسيش. يما ده هو راجع يما لسه من 20 سنه يما، لسه شايفين هيروح يبات كده في جدة لوحده كده كانه مرجعش. معلش عشان تعبان بقى يا رحم، معلش يا حبيبتي معلش، لازم نتحمل كله عشان ابوك برضه عشان تعبان، ده حاجه لمصلحته. ولا هو انت عايزاه بقى يعدينا وبعد كده نهدى بعض كده وممكن كلنا باقي؟ ما هو لو عدينا بقى هنعدي تاني وتعب هيزيد. يما هو انا صغيره يما، هو في حاجه اسمها كده يكون تعبان كده ويعدينا واحنا نعديه؟ ايه افهمها ازاي تباك؟ او لازم نكدبك عشان المرض بتاعه. معلش اسمع كلامي يا رحمه بقى، ولا قولوا رحمه مكان ما جيت، ما هو يا اما كده يا اما كده باك. خلاص يما اللي انت عايزاه يما، المهم بس يبقى معانا كده وخلاص. لو اني كان نفسي كده اشبع منه يما، عشان زي ما انت عارفه كده جيت عدينا كده ما لقيتوش. معلش يا حبيب القلب لما يخف ان شاء الله. هو هيخف متى يما؟ الله اعلم، ده حاجه بتاع ربنا باك، ممكن سنه ممكن تاني، وانا واثق ان هو هيسيب البيت ويمشي تاني، ده الكلب عمره ما ينعدي. المهم يا حبيبي انا مبسوطه كتير انت مرمومين حواليا، اللمه حلوه كتير لما الاسره كتير تتجمع بتبقى حاجه حلوه. ايه يا ود فرحانه في ايه يا ود؟ اني مفيش حاجه. هتلاقيك بقى فرحانه بقى انت تتزوج باك، لو بقى صدق كده في كلامك ده هيزوجك انت، يا رب يرزقك كده ويزوجك انت كمان، عشان بقى ما يكونش بقى الا راح خلاها تتزوج هي كمان. لا يا اختي انا مش عايزه اتزوج، انا هخليني كده اقعد مع ابويا احسن كده وام، خليني كده اشبع من ابوي. يا اختي يا حلوه بتهيألي انت لما تلاقي الدنيا راجعه كده هتعوز تتزوجي. يلا بقى يا رحمه ما هتقاش زي بكره مش هتروح الشغل. ايه صح يما، ايش معنى يا؟ هو الحاج نجيب بقى ما يتوصاش، جاب شكرة رز وجاب لحمه وجاب فك، هيكفونا كده كتير، وخدي بقى بكره اجازه ريح جسمك كده يا حبيبي. ايه يا اختي عايزه تطلعي يا اختي؟ لا انا مبسوطه عشان اقعد مع ابوي. ابوك برضه يا رحمه، وانا هقعد افهم فيك لحد مات. انت يما دماغي خفت صح؟ ايوه ما اكدبش عليك دماغي خفت شويه. طب الحمد لله يما، هتلاقيك يما فرحانه عشان ابويا رجع وانت مش حاسس. لا هي ساعاتك دي بتخيف، وكمان انا فرحانه بلمتك. طب الحاج يما ده عمله في جاي. ماشي يا بنت، ايه اللي هيحصل يا يلا كده ده ابوك مش هني، حكم لو شافك ده يهزجه، هيقول لي مختفي طول الفتره دي وجاي دلوقتي. هو فين؟ مين دي يا لطف؟ المرحوم فين؟ اللي قلنا خلاص زمن ومات ومش هيرجع. ما هوش هني. وبعدين يا لطف مالكش صالح ما تشغلش بالك انت باك، انا اعتبرت ان هو مات هو كمان رجع زي ما رجعش، انت كمان اعتبره ما رجعش. والاتفاق اللي اتفقت مع الراجل. بقول لك مالكش صالح يا لطف انت. ما انا عايز افهم برضه، الاستاذ ده يتدخل في حاجه؟ لا ما هوش هيتدخل يا لطف. ايوه يا ريت يعني، ايش كده يقطع بيته ويفكر ان هو يجهزها ولا حاجه؟ اتفقنا مع الراجل وادينا له كلمه. والله يا لطف ده حاجه تخص البيت، لا تخصنا ولا تخص ابوه، عشان كده ما تشغلش بالك انت. وانت يا بنت وعاك ترجعي في كلام. ما انا كده مش راجع يا لطف، شكله كده هيديك الحلاوه. انت يا بنت انت ببرطه ما تقول ايه؟ بقول لك تعالى كل. شكرا يا اخت، عاملين شوربه اهيت ايه واكلين لحمه ولا ايه؟ ايوه عريسي بقى جاب لي لحم. حقك يا بيت، يلا تعالي باجي. ماشي يا عم لطف. ما مين اللي جالك يا عم لطف؟ عرفت بقى وخلاص، ده اللي انا جبت لك عريس زي دي لقط، وعاك تضيع من يدك يا بيه. ماشي يا عم لطف. ما سمعتكش كده تدعيلي ولا حاجه؟ عمال اقول لك ادعيلي ولا سمعت دعوه؟ عدايلك يا عم لطف بس ما تمشي. ماشي يا بنت حسن. ماشي يا عم لطف، ربنا ياخد، ما يعملش كده لما يكون هياخد حلاوه. قالك يا فاطمه تفكري يا بيه؟ ما فيش يما، بقول ربنا يهديه يما، اكيد يما هيديله حلاوه، وعمل لطف يبقى قلبه على مصلحه كده لما يكون في حلاوه، وانت عارفه بقى ان هو ما بيعتكش في اي حاجه، الهي يدوس قطرك دي ولا عربيه دي ومرو. الله يسامحك يا فاطمه، الله يسامح. حاسه يا بنت يا فاطمه، يا دي الدعوات اللي دعتها له يا بيه. اعمل ايه بس يما، لازم ادعي له، مش خالي يما. الله يسامحك يا بنت فاطمه، ما عرفش هتفضل اللمضه دي لحد مات. الله صح ابويا راح فين كده، خرج كده ما رجعش، يمكن تفش ولا حاجه زي كل مره. يلا ما احنا خدنا على كده، هيقعد 5 سنين كمان كده وبعدين يرجع، ما تقلقوش يا بنات. عليك يما انت كمان يما. ايوه يما تصدق برضه ممكن يكون راح مشوار وجاب لوحدك دي هتتزوج 2 سنين كمان، ويجيب لنا كده عيل كمان صغير كده ويجي نربهوك. طب اقعد يا رندا، اقعد يا شملول. ربنا يرجعك بالسلامه يا ابوي، وتعيش معنا كده بقيت عمرين. التعش مش قوي يا راح، انا هوت وانت هوت، طالما مشي مره يبقى يمشي تاني، الراجل اللي ماهوش قد المسؤوليه دي ما تامنلوش. عبد الستار عملت ايه؟ ماشي وراه اهوت يم، بس عمال يتلفت كده ويبص ليم. انا قلت لك يا غبي راكبه من بعيد، قلت لك ما تخلوش ياخد باله مني. طب اعمل ايه طيب ياما، ده انا ماشي على اخر الشارع وهو على اول الشارع، لو بعدت عن كده مش هشوف. طب خلي بالك كده، يا ريت بقى ما يكونش خد باله، او يرن عليا وقت الشاط هتلاقيه خد باله يا غبي. ايوه
خليك فاكر ان انت اللي غدرت. بكره الصبح هطلع على الجسم على طول. استنى دي غدرت فين؟ مش الواد اللي انت بعته ده خد الفلوس؟ ايوه خد الفلوس، بس انت ماشيه ولدك اللي كان مسافر اللي اسمه عبد الستار دي وراه. وانت فكرني من مدينتي ولا ايه؟ انا اتفقت معاك مفيش غد تعمل معايا كده، يبقى انت كده اللي بدات. انت الاتفاق اللي كان ما بين. طب خلاص ماشي، هقول له يمشي اهو. كان من الاول باقي لا الغدر من الاول. خلاص معلش حقك عليا يا ولد، هو اللي طاي، هو اللي صمم يراقبك دي وانا كنت بقول له لا. ماشي يلا مع السلامه. مع السلامة. يا عبد الستار يا غبي، واد يا عبد الستار معايا خط يد انت ولا جفال؟ ايوه يا معاك. خد باله يا غبي، خد باله ان انت بتراقب. يلا داير وشك وامشي يلا ارجع، اكده الموضوع خيري، ما قدرناش حل تاني بقى غير اني ياخد 5 مليون. ده هو يوم اصلا فلت مني على ما انا كده حصلته كده على اخر الشارع كده، كان هو اختفى. ماشي كده خلاص، هو هيمشي بالاتفاق الاولاني وخلاص، عوضنا على الله في ال5 مليون. ماشي ياما، انا كنت ماشي ياما بعيد اهو، لدرجه ان هو انا كده على ما حصلته كده كان اختفى. ماشي يا فلحو، يلا تعالى يا اخويا، هات اخواتك وتعال. ما هم ياما سبقوني بالعربيه. ماشي يا اخويا ان شاء الله تيجي، ماشي يلا. والتاني هو كمان ناصح جو، وانا غلطانه برضه، انا غلطانه برضه ان انا خليت عبد الستار هو اللي يراقب. كنت اجرت واحد كده بيعرف يراقب كده يراقب. ايوه صح، ولا كده كنت حاطط له كده جهاز متابعه كده في الشنطه. ايوه انا غبيه جو انا كمان، جهاز متابعه كده في الشنطه كده، وكان زمان عرفت مكان. ايه الغباء اللي احنا فيه دي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش في دماغنا؟ قالوا ولادي متعلمين الخياب. اما مشيت يم، وايه اللي اخرك كده؟ ايه اللي اخرك انت كمان؟ وفين الحاجه اللي انت جايباه؟ ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا؟ رضا ما جاي يسألك على حاجة. هو ده اللي انت كنت خارج عشانه؟ ازاي ده انا دلعتك زياد؟ انا كنت ماشي وقابلني بالصدفة والله، وجاي بقى يعمل الاستاذ رضا هنا. جاي عايز ايه يا استاذ رضا؟ لا تكون جاي تصالحنا ولا حاجة، عايز تقعد في البيت تاني؟ لا انا جاي عشان اقول لك ان انا مسكتش حاجه، وما كانش ليه لزوم ان انت تخلي حد كده يكلمني كده ويشتغلني. يكلمك ويشتغلك ازاي؟ ازاي يا استاذ رضا؟ وضح لك ده كلام. في واحد يمك دي كلم رضا كده وقال ان اخته عايش، اخته رحمة عايشة، وعارف مين اللي قتل امه. اخته عايشة وعارف مين اللي قتل امه. ايوه يا مرت ابوي، وانت اللي بعتها يكلمني يقول لك دي مش كده ولا انا غلطان؟ الله يبارك لك يا مرت ابوي، انا مش ناقص، كفايه اللي انت عملتوه معايا، وانا ماليش ذنب ان المحل انسرق، انا ما كانش قصدي ان انا اسيبه، انا ما سرقتش حاجه عشان كده ملوش لزوم انك تبعت حد يحرق دم. انا ماسك ان الكلام ده يمكن يكون حقيقي. يعني ايه كلمت؟ يعني الراجل ده كلمني في نفس الوقت، وعلى كده اللي كلمك ده قال لك مين اللي قتل امه؟ ما قالش مين اللي قتل يعني افهم انك دي مش انت اللي بعتها. شوفك دي سامح هو اللي بعته ولا لا؟ طب الله يبارك لك سيبولي في حالي، انا مش ناقص، ملوش لازم تحرق قدام اكتر من كده. وكمان بيقول ان اخته عايش، وقال لك ان اختك عايشه؟ قبل ما يقول اي كلمه كلمني كده وجالي حاجه صبريه، وانا عرفت على طول انت اللي بعتها. قال لك ان اختك عايشه؟ ايه هو قال ان اختي عايش. مش معقول اكون عايش. ازاي كلمت؟ ازاي اخته عايشه يعني؟ معقول هو ده الدليل اللي كان معاه بيقول عليه؟ معقول اكون البنت دي تكون عايشه صحيح؟ لا مش معقول. الله يبارك لك يا ام، قولوا له الحقيقه يا ام، انت يا اللي بعت الراجل ده يكلمه. معقول اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي جابك نحاد يا دنت؟ سيبه يا سام. هسيبه له يا ام، اللي جابك نحاد يا دنت؟ بقول لك سيب. رضا عارف اللعبه اللي انت عايز تعملها يا سام، عارف ان انت بعت واحد يكلمه في التليفون يقول ان اخته عايشه وان امه ماتت مقتول، وكمان عارف مين اللي قتل. ايه دي؟ معقول اللي امه بتقوله دي؟ يعني واحد كلمه يعني وقال له الكلام ده؟ واخته مين اللي عايشه دي؟ خلاص يا سامح ما تخليش حد يكلمه تاني، يلا يا رضا توكل على الله. سامح مش هيخلي حد يكلمك تاني. ما تنساش يا رضا يا اخويا تيجي الفرح بكره. ماشي يا مديح، خدي بالك من نفسك. خلاص ماشي، وانت كمان خد بالك من نفسك. ماشي يلا انا ماشي. خش يا بنت جو، وحسابي معاك بعدين. انت قصدك ايه ياما بكلام؟ نفس الراجل شكله ده بيساومه هو كمان، على فكرة ان هو رسالك الذهبات، الراجل ده لازم نخلص عليه. وموضوع النقطة رضا عايشة حقيقي؟ هو قالك ان هي عايشة؟ لا ما قاليش، ومش معقول اكون عايش، ممكن يكون بيقول لك ده عشان يسد، وعشان يديله 10 مليون بقى عشان يبقى كده طلع بفايد، هيبقى كده طلع باخته يعني عايش، انما هي مستحيل تكون عايش، الرجالة رامينها قدام القط. عايشة ولا مش عايش؟ عقديه بيكلمه هو كمان كده ويطلب منه فلوس؟ يعني ما هوش ناوي يدير على الموضوع، قال لك هستفاد من ناحيتين ويولع في بعض. وطي صوتك عشان البيت، خش يا تشوفك دي قفلت الباب ولا لا. انا هكلمه دلوقتي، هقول له ان احنا عرفنا، وهقول له ما يكلموش تاني، لو طلب مبلغ تاني يبقى كده هو اللي جابه لنفسه يا يما، بس هو عبد الستار ما فلحش في الموضوع ده، ما عرفش يراقب ويعرف مكانه. لا ما عرفش، الواد لمح وقال. شاطر يا استاذ شاط، اعمل ايه طيب؟ انا كان قصدي يعني ابين لنفسي، وبعدين يعني يوم ال5 مليون طارهم. ادور بس كده، انا افتكرت حاجه حلوه، انا هشوف هو كان طالب منه كام، وهقول له هديهم لك وتقفل على السير. يعني الكلام ده ياما؟ انت بتهزر ياما؟ انت عايز تديله فلوس تاني؟ تعالي صوتك يا غبي، احنا هنحط له جهاز عشان نراقب، هنحط له جهاز في الشنط، يا متعلمين يا بتوع مدار. ايوه صح ياما، صوت ايه زي ما جاش في دماغي ياما. عشان انتوا اغبي، علمتكوا على الفاضي، رنيت عليه بيديني مغل، المفروض ان هو يرنك دي،
يا ريت ما يكونش رمى الخط بقى عشان خلص المهم. يعني كده يا دكتور ان شاء الله هجوم ميتك دي. ان شاء الله بكره العصر كده يا عم الحاج. بكره العصر ان شاء الله يعني. ايوه ان شاء الله، انا اوديك ان شاء الله على طول على دار المسنين على طول. الباشا يعني موصلني يعني هركبك عربيه هنا. صحيح هتودينا من هنا على طول بعربية كده؟ ايوه ان شاء الله، مش هنخليك تمشي واصل. ما انا اقدر امشي يا ابني، ما انا بقول العنوان وخلاص واروح. اللي انت عايزه يا عم الحاج، بس احنا مش عايزين نتعبك، بس هو الباشا موثق دي. اصلا يعني المفروض احود كده يعني على الواد رضا، الواد اللي قاعد معايا في الخراب. عارف كده اللي حصل معايا بالظبط وهقعد فين ولا ايه اللي هيحصل، وهقول له ان الباشا هيوصله كده يشوف سريرك دي ينام فيه في اي مكانك دي. خلاص ماشي يا عم الحاج اللي انت عايزه. ايوه يا ابني الله يبارك لك. جعان ولا حاجه اجيب لك واكل؟ لا لا ده انا اتنفخت خالص، انا اتنفخت، ده انا اكلت فراخ كتير جوي. كتر خيرك يا ابني الله يبارك لكم، انتوا ناس محترمه يا ابني. الله يبارك فيك يا عم الحاج. طب يلا استاذن انا بقى عشان هروح، يلا سلام عليكم. هتروح ازاي بس؟ ما هو دي الشيفت بتاعي خلص خلاص، في واحد يمسك مكان. ايوه انا قلت هقعد لوحدي في المستشفى، انا محدش هيعبرني كده. لا لا ما تقلقش يا عم الحاج. ماشي يا ولد الله يبارك لك. ماشي يلا سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ناس محترمه ما شاء الله عليكم. ايوه ما شاء الله ما شاء الله يعني. دي مستشفى خاصه دي ولا مستشفى حكومي؟ اسكانك دي ولا دي ناس محترم؟ وده الباشا اللي جابني هنا راجل محترم قوي، الله يبارك فيه، يستاهل كل خير. ربنا يكمل لمرته كده على خيرك دي ويجيبك دي اللي نفسه فيه. بيقول ان هي حامل. يا ترى يا رضا انت عامل ايه دلوقتي؟ هتلاقيه قلقان عليها ولا حاجه دلوقتي؟ يا ترى بقى المناديل بتاعته وبتاعتي يا ريت يكون باعك ده عشان يدي للراجل حقيه، ما عايزينش نخلف معاه. هتلاقيه عمال يفكر دلوقتي يقول الراجل انتحر ولا حاجه عشان الفلوس. انتحر عليه يعني وانا واخد حاجه من الدنيا ولا باقي لي ايه من الدنيا اصلا؟ انا خلاص باقي لي حاجه بسيطه واموت اهو. الله اعلم هموت ماتي. يا ترى انت عامل ايه يا رضا كده والدنيا عامله ايه معاه؟ والله خدت عنهم معاك يا ابني، رغم ان انا نايم على السرير دي بس انا حاسس ان في حاجه نقصان. الله يعينك يا ابني الله يعينك. يا رب يرضاك دي ترجع حقك يا ولدك دي ويبقى معاك فلوس والدنيا تروق معاك يا ولدك دي، ومش عايز حاجه الحمد لله، انا كفايه عليا السرير بس، انا كفايه عليا بقيت عمرك دي انام النومه ديت نظيفه وخلاص، ابقى مرتاح كده فيه، ما عايزش حاجه اكتر من كده. وانا بقالي قد ايه يعني خلاص يعني بود حالتي بؤس. والله وحشتني يا ام ربيع. والله عايز اقعد معاك دي ونقعد نضحك شوي، ولا الواد ربيع اه هي انا منهم التنين. يا سلام يا الواحد كده يرضوا كده يخرجوا من دار المسنين دي. ما هو الباشا بيقول ان انا ممكن ما اشتغلش كده ويصرفوا عليا وياكلوني وخلاص، بس لا ده يوم يصرفوا عليا ايه الوكل بس والشرب. انا حابب ان انا ابقى حر كده اشتغل كده واصرف على نفسي براحتي، ياكلوني زي ما هم عايزين بقى، والفلوس اللي انا اجيب بقى حاجه حلوه كده افرح بيه. ايوه على الوكل والشرب والكلام ده والسرير هيبقى مية مية، معيش اكتر من كده، مش عايزهم كده يحبسون، اخرج براحتي واخش براحتي كده واشتغل هناك في المناديل. حكم يا خوفي صحيح الواد رضا كان بيقول ان هو هيمشي، يا خوفي لما يكون كده ما لقانيش كده يروح ماشي، يا ريت ما يعملش كده ولا انا لما اقعد في دار المسنين يقوم سايب البلد وماشي. لا يا ريت يعني ما يعملش كده عشان يبقى في بلده كده يبقى الناس عارفاه، شاب ما يعرفش حاجه لو مشي ورا بلد ولا حاجه هيبهدل بر، الناس كلها هتلطش فيه، هو الغريب كده الناس كلها بتلطش فيه. ربنا يسترها عليك يا ابني، ربنا يحميك يا رب كده وينولك اللي في بالك وترجع حقك رضاك دي وتعيش حياه حلوه، انت لسه شاب فوق الحياه. عم سمير ما جاش برضه لسه، هيكون اللي حصل معاه ولا راح فين؟ انا لفيت على البلد كلها كده ما سبتش حته كده لما دورت فيه. يا ترى انت فين يا عم سمير ولا ايه اللي حصل معاه؟ ما هقول يكون حد من عياله كده عليه وقال له ان هو يقابله، بس حتى لو كده كان خد التليفون بتاعه حد ما كانش سابه هنا، وهم كمان مش عايزين يسيبوني في حال، بعتين لي واحد يحرق دم يقول ان اختي عايشه اللي ماتت من 20 سنه، ويقولوا عارفين كمان مين اللي قتل امه. ما عرفش ايه اللي بيعملوه فيها دي، مش كفايه اللي هم عملوه قبل كده، مش كفايه ان انا طلعت كده مسرقني، الناس كلها في دماغها ان انا سارق، عايزين يقدروا يكسروني كده ويحرقوا دم لحد مات، مفيش عندهم احساس كده، ما يعرفوش يفكروا كده في احساس كده لما يقولوا كده. انا مش هقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش مسامحهم يابا اليوم الدي من بعدك يابا دوخوني وبهدلوني يابا، قاعدين في فيلا بياكلوا احسن واكل دلوقتي، انا اللي بنام في الشارع دلوقتي ومش لاقاكل، بس انا هصبر يابا اصبر وهمشي بالحلال كده واعيش بالحلال، عمري ما هعمل حاجه حرام يابا زي ما انت ربتني، زي ما ربتنا على الحلال كده يابا عايش على الحلال دايما، بس يا رب كده صبرني، يا رب صبرني ان انا اكمل حياتي على كده، انا كده خلاص نويت ان انا همشي، بس هستنى لحد بكره كده يمكن عم سمير يرجع، لو هو ما رجعش هسيب المكان وامشي، وهسيب له التليفون بتاعه هنا عشان لو رجع في يوم من الايام ولا حاجه يلاقيه، عشان ما يفكرش ان انا سرقته تاني، هسيب البلد كلها وامشي عشان مش هقدر اعيش هنا، وما انا قدامهم مش هيسيبوني في حال، انا عارف مستحيل يقدروا ما يسيبوني في حال، انا هحضر الفرح بتاع اختي بكره ان شاء الله وامشي، هو ده اخر قرار عندي، كان نفسي ان انا اشتغل مع الراجل اللي قال لي اشتغل معايا دي، اشتغل في القطر الصبح وبعد كده اشتغل معاه، بس كده هفضل في البلد ومش هينفع ان انا افضل في البلد، لازم انا اسيب البلد وامشي. الرقم برن تاني، مش قالت ان هي مش ترن عليها تاني، مش هتخلي حد يرن عليا، طب اعمل ايه دلوقتي ما اردش طيب ولا اعمل ايه؟
يمكن عايزك تقول لي حاجه. ايوه سامح يا اخوك. سامح اخوك؟ ايوه انا مفكر سامح. أنا مش سامح اخويا اللي جاي لك تكلمني. انا خلاص رحت لهم واكتشفت الموضوع. انت مش على الرقم ده تاني. الله يبارك لك انا مش ناقص. انت بقول ايه يا جدع انت؟ بقول لك خلاص الموضوع انقفل خلاص. وما بقولكش ما ترنش عليا تاني. مين دول اللي قالوا لي؟ مرات ابويا ما قالت لك شيء؟ سامح اخويا اللي كان جاي لك ترن علي. مش كده ولا انا غلطان؟ لا انت غلطان يا حلو. شكلك كده بوظت الدنيا. غلطان ازاي يعني؟ مش ما اقول لك ترن عليا وتقول لي الكلام ده وتحرق دمي؟ يا اخي الله يبارك لك بلاش لف ودوران يا اخي. انا مش ناقص تسيبوني في حالي بقى. سيبك في حالك يا ابني. انت اسمعني يا ابني. انا مش هسمع حاجه. يلا مع السلامه. اصبر يا دي انت. حرام عليكم بقى. كفايه حرق الدم. وانتوا هي مش بني ادمين. انا هسيب لكم البلد كلها وامشي عشان اريحكم مني. بيرن تاني الايه ده عايز ايه؟ ارد عليه ولا اقفل التليفون اريح دماغ؟ بيرن عايز ايه تاني؟ قلت لك خلاص بقى عايز ايه تاني؟ اسمع يا ابن الحلال. سامح ما قاليش ولا صابرين قالت لي ولا كانوا يعرف اصلا ان انا كلمت. انت كذاب وعايز فلوس وخلاص وانا معيش فلوس. انا والله ما سرقت محلات ولا عملت حاجه. اما اقول لك قول لك دي عشان المحلات مش كتير ولا انا غلطان. سيبني في حالي بقى يا اخي. اعتبرني اخوك يا اخي. مش ما خلاص قال لك ما كلمناش يا ابن الحلال. هم ما يعرفوش حاجه. اسمع بقى عشان انا هقول لك حاجه. يا اخي انا مش عايزك تقول لي حاجه يا اخي. انت غلطان. انت قلت لهم حاجه يا ابني. هي عماله ترن عليها ومش عايز اعبرها. قلت اكلمك انت الاول كده عشان نتفاهم مع بعض ونشوف هنخلص ولا ايه. ومش عايز تعبرها ليه يعني؟ هي هقول لك ان انت ما تكلمنيش تاني. كلمها بقى عشان تعرف بقى ان انا عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه؟ يعني افهم من كده انت عرفت بقى ان هي اللي قتلت امك؟ انت بقول ايه؟ زي ما بقول لك كده. هي اللي اجرت 3 رجاله وقتلوه وخدوا اختك حطوها قدام القط وانت غاب عشان رايح تقول لها كده. رايح تقول لها ان انا بكلم. انت الكلام ده جايبه منين اصلا؟ الكلام ده مش حقيقي. انت بقول ايه يا شتا انت؟ زي ما سمعتك ده يا رضي. وانا كده عداني العيب واذى. صابرين هي اللي قتلت امك يا حبيب. واختك انا عارف مكانها عايش. عايز تعرف مكانها جاية ال 10 مليون. انت بقول ايه؟ الكلام ده جايبه منين؟ جايبه من مكان ما جايبه باقي. ومعايا تسجيل يثبت الكلام ده. لسه مخلص معاها في 5 مليون. وده عشان اقفل عن الموضوع. وهي ما كانتش تعرف ان اختك عايش. يعني ايه الكلام انت بتقوله ده يا شتا انت بتقول ان هي اللي قتلت امي؟ يعني مش هي اللي مسلطاك تقول الكلام ده؟ لا اله الا الله يا ابن الحلال. لسه مخلص معاها ب5 مليون ومعايا تسجيل في تليفوني بالكلام. عايز تسمعه برضه جهز لي الفلوس انا اسمعهولك. ومش هاخد جنيه لما يكون الفلوس جاهزه وتقول لي جاهز. لو انت قلت الفلوس جاهزه معاك هبعتهولك على الواتس. طب ابعتهولي دلوقتي. ابعتهولي دلوقتي. ولا التليفون اللي انا ماسكه عادي ما فيهوش واتس. خلاص جاهز يا حبيبي الفلوس كده وبعد كده ابعت لك المقطع. وانا شايف ان انت واد محترم ما بتكذبش. اول ما تجهز الفلوس كلمني وهبعتهولك على الواتس. وشوف تليفونك ده هبعتهولك عليه. كل الكلام اللي دار ما بيننا هبعتهولك. بس لحد ما استلم الفلوس ما تبلغش حد. لا تنهبل ولا حاجه وتروح تبلغ الحكومه. ما هماش هينفعوك في حاجه عشان التسجيل ده ما يثبتش حاجه. انت بس اللي هتفهم اللي انا قصدي عليه. وجايز ينفعك التسجيل برضه عند الحكومه. بس معنى ان انت تروح تبلغ ده وتغدر بيه يبقى انت كده ضيعت اخت. عشان لا هي ولا انت تعرف مكان. انا بس اللي اعرف مكان. يلا مع السلامه يا حلو. نام والصباح رباه. هي عماله ترن عليا دلوقتي. مش هرد عليها لحد ما تخلص معاي. يعني مش هي اللي قالك ترن عليه؟ مش هم اللي متفقين معاك على كده؟ يا اخي ما هماش هم يا اخي. وانا هيقولوا لي روح اقول لك دي هي اللي جت لامك. ما تستوعب امال يا رضا امال. خليك عاقل امالك. انت صغير. ده انت حتى ولد الحاج كام. يلا يا حلو نام يلا واصحى الصباح رباحك دي. جهز الفلوس وكلمني. طب هو الو. ايوه رد عليا يا اخي انت. هو ازاي يقول الكلام ده؟ ازاي يعني ازاي مرات ابويا اللي تكون جت لامه؟ ازاي الكلام ده يعني مش هم اللي قالوا له يقول لك ده؟ ايه وعنده حق برضه انه مستحيل ان هي يقول ان هي اللي قتلت امه. ايوه مستحيل تقول له كده. يعني ممكن يكون كلامه حقيقي وام مقتول على يدك دي. لا وكمان لو كلامه حقيقي يبقى اخت عايش. معقول اختي راح معاش لحد دلوقتي وانا ما اعرفش. لا الكلام ده ما حدش يصدق اصلا. مش معقول. انا هكلمه بكره. اكلمه اخليه يبعت المكالمه دي على الواتس بتاع عم جعفر. ايوه انا لازم اتاكد من الكلام ده. ايوه ممكن يكون الكلام ده حقيقي. ايوه ممكن برضه. مش معقول. انا مش هشيل الام دي.